الحاجه اللي تحفزنا دائما للمواصله في العمل هي كي تنوض الصباح وتقرا ميساج تاع واحد يقول لك بارك الله فيك ولا يدعي لك بالخير، يقول لك هذه الدوره غيرت لي حياتي. راح اسامه خريج كليه طب وهران، صاحب مجموعه من المشاريع الربحيه وغير الربحيه، وحاليا ادير مشروع حارث اكاديمي اللي هو اول منصه للتعليم اونلاين في الجزائر. تخرجت من كليه الطب سنه 2018، ولكن قررت اني ما نتخصصش في الطب وروحت الى مجال المشاريع. في هذيك الفتره كنت ديزاينر، مازال ما على باليش ما هو المجال اللي راني باغي نتخصص فيه. لقيت روحي بلا ما نفيق اميل الى البيزنس والانتربرونيا والمقاولاتيه اكثر مما اميل الى الوظيفه والعمل كطبيب. بشويه بشويه بدات الامور تتلايم، لقيت روحي من ديزاين روحت لا برودكسيون تاع لي بلانر لامبريسيون، وبدات الامور تتحرك حتى جا الكوفيد وحبس لنا كل ما له علاقه بانك دير اي حاجه بيزنس خارجي، ولينا كاع داخل في الديار. سنه 2020 بدينا نشوفوا باللي الناس ولات تدير كونفيونس اكثر في كل ما هو ديجيتال، بحكم انهم ولاو يقراو اونلاين، الجامعه ولات اونلاين، الليسي ولا اونلاين، وحنا كانوا عندنا مجموعه من الدورات اونلاين. قلنا علاش ما نغتنمش هذه الفرصه ورب ضارة نافعه. في نهايه 2020 بدينا مشروع هارد اكاديمي اللي كان اول منصه تعليميه اونلاين في الجزائر. حاليا اسم المشروع هو حارث اكاديمي. من بين كل المشاريع سواء اللي كانت في التجاره الالكترونيه او في الفريلانس، حارث اكاديمي كان اكثر مشروع نريح فيه. يعني القيم اللي كانت في هذاك المشروع انك تبارطاجي، تعلم الناس، غادي تساهم في نشر العلم. احنا بروحنا كاتبين ثوره التعلم اونلاين في الجزائر. مجموعه القيم اللي كانت في هذاك المشروع كنت نريح فيها اكثر. ما نجمش نخدم في مشروع فيه غير دراهم دراهم دراهم، مع ان التجاره الالكترونيه كان فيها بوتنسيال كبير خصوصا في الكوفيد. قررنا اننا نروحوا في حاجه اللي نجموا نعيشوا بها بطبيعه الحال، اللي توجور تشوف الكوتي فينونسي تاعك، الجانب المالي اللي توجور يكون حاضر، وهذه تكتسبها من مهاراتك السابقه، انها مهما تبغي دير حاجه تاع خير ولا توجور يكون عندك ما يكفي من الراحه الماليه باش تنجم تتقلش. الإقبال تاع الناس على الفكرة منذ بدايتها إلى يومنا هذا، ورانا في أكثر من 40,000 مستخدم، خلتني أني ما نشوفش في المشروع فقط أنه مشروع ربحي، ولكن في نفس الوقت هو مشروع رسالي، مشروع فيه رسالة لتعليم الناس. والاسم تاع حارث مستوحى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن أصدق الأسماء حارث وهمام. كل الناس في هذه الدنيا يا إما غادي يكون حارث، يا إما غادي يكون عنده هم أو همة يسعى بها في هذه الدنيا. ومن هنا جاء الاسم الذي يعبر حقيقة عن احنا كيفاش رانا باغيين الناس. أنا باغيين هذا الشاب الجزائري يكون مسؤول، يكون متعلم، يكون حارث، يكون همام. في حارث أكاديمي نؤمن بأن كل مجالات الحياة ينجم الإنسان يتعلمها أو يتعلم أساسياتها أونلاين، من التربية والأسرة إلى المجالات التقنية، إلى مجال البيزنس والتسويق، وحتى المجالات الطبية. من خلال أكثر من 120 دورة حاولنا أن نجمع أو نجسد حقيقة ثورة التعليم أونلاين في الجزائر. الحاجة اللي تحفزنا دائما للمواصلة في العمل هي كي تنوض الصباح وتقرأ ميساج تاع واحد يقول لك بارك الله فيك ولا يدعي لك بالخير، يقول لك هذه الدورة غيرت لي حياتي، يقول لك كنت ضايع ولقيت الطريق، ولا يقول لك هذا المجال كنت نشوفه صعيب باش نتعلمه والدورة سهلتني باش ندخل في هذا المجال، سواء كان مجال تاع تعليم ولا مجال تاع بيزنس. لو كان نبغي ننصح روحي أنا ملي كنت في بدايتي، ممكن نمد له 3 نقاط. نقول له اولا اسامه اكتسب بزاف خبرات مادامك صغير، جرب بزاف صوالح، لانك ما تنجمش تعرف شو تبغي لو كان ما توشيش في بزاف صوالح ما تبغيهمش. ماشي شرط تكون عارف روحك شو راك باغي في لاج تاعك تاع 25 ولا 26 عام، ممكن غادي توصل حتى 30 عام باش تكتشف الشغف تاعك والراحه. ثانيا عرف باللي دائما غادي تندم على الصوالح اللي ما ديرهمش، جامي غادي تندم على حاجه درتها حتى لو كان درتها وغلطت فيها، تسمى دير صوالح بلا ما تخاف. ثالثا تفكر روحك بلي راك ضيف في هذه الدنيا. كي تخير مشروع سي فري تشوف الجانب المالي تاعه، بصح دائما شوف الجانب الرسالي تاعه، وخير مشروع يتوافق مع المبادئ تاعك، لان هذاك هو المشروع اللي غادي تمد فيه اكثر مما غادي يمد لك هو.